اغلب الناس اخر ليله في رمضان كيباتوا سهرانين، بقاو قابلين الحلاق والحمام والعيالات الحلاوي وزيد وزيد، وكينساو ان الصباح عندهم صلاه العيد واللي هي سنه مؤكده. ومن المستحب صبيحه يوم العيد انك تدي معك العائله ديالك سواء كانوا اطفالا او نساء. اما يا اخي بالنسبه لصلاه العيد فهي 2 ركعات تصلى جهرا. اما بالنسبه للوقت ديالها كيكون بعد طلوع الشمس ويمتد الى زوالها، اي من وقت ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤيه العين المجرده. في الركعه الاولى كيكونوا 6 تكبيرات عاد التكبيره ديال الاحرام، يعني هي 7 تكبيرات. وفي الركعه الثانيه كيكونوا 5 تكبيرات. التكبيره ديال الرفع من السجود اللي هي تكبيره انتقاليه كيوليو 6 تكبيرات. يعني في الركعه الاولى عندنا 7 تكبيرات بتكبيره الاحرام، وعندنا 6 تكبيرات في الركعه الثانيه بالتكبيره ديال الرفع من السجود. فاهمين؟ في الركعه الاولى كنديروا تكبيره الاحرام الله اكبر، ومن بعد كنديروا 6 تكبيرات. وبعض العلماء اجازوا رفع اليدين عند كل تكبيره. من بعد كنديروا دعاء استفتاح الصلاه، وكنقراو بالفاتحه، ومن بعد كنقراو سوره الاعلى سبح باسم ربك الاعلى. في الركعه الثانيه ملي كنرفعوا من السجود كنديروا 5 تكبيرات، وكنقراو سوره الفاتحه، وكنقراو ما تيسر من القران. والمستحب انك تقرا سوره الغاشيه في الركعه الثانيه. فرضا جيتي انت لقيتيهم كيصليو ومع وقفتي لقيتهم كيقراو سوره الفاتحه او مثلا سوره الاعلى، كتجي انت كتقول الله اكبر اللي هي تكبيره الاحرام، وكتدخل معهم في الصلاه. ملي كيسلم الامام كتسلم حتى انت. فرضا جيتي لقيتيهم رفعوا من الركعه الاولى، يعني جيتي لقيتي الامام قال سمع الله لمن حمده، هنا كدير تكبيره الاحرام كتدخل معهم في الصلاه. ملي كيسلم الامام انت ما كتسلمش، كدير التكبيره ديال الرفع من السجود وكدير 5 تكبيرات ومن بعد كتسلم. فرضا جيتي ما لقيتيهم صلاو وسالاو وفي الخطبه، هنا انت مخير. بعض العلماء اجازوا انك تقضي صلاه العيد، وبعض العلماء قال لك يعني لا داعي انك تقضيها. وواحد الظاهره اللي انتشرت ان الانسان ملي كيسلم يعني كينصرف من المصلى. يعني حبذا لو انك تصنت الخطبه ديال الامام في العيدين، سواء في عيد الاضحى او عيد الفطر. وبالنسبه للناس يعني للشيوخ للناس الكبار راه من المستحب انهم يصليوا في المساجد لانه لا حرج في ذلك. وغنخلي لكم الاوقات ديال في كل منطقه. عندنا هنا في منطقه كازا ومعاش غادي تصلى، ولكن تطبيقا لسنه رسول الله يعني الانسان يمشي يصلى في المصلى. وتقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك سعيد.